مساء الحب والورد لكل مشاهدينا مشاهدي قناة البغدادية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا دنيا شهرزاد. الحقيقة اليوم لنا فقرات مميزة وأحب وأتمنى أن تدوس على إعجابكم، والى فقراتنا ستكون مع الدكتور طارق عبد الوهاب استشاري طب وجراحة العيون والحائز على جائزة أفضل بحث علمي عن علاج القرنية المخروطية باستخدام البنتوسكت ليزر والحلقات، وذلك في مؤتمر سانتياغو سنة 2001 والسنة اللي احنا فيها حاليا. الحقيقة موضوع الحقيقة القرنية المخروطية موضوع مهم وانتشر كثيرا في الشرق الأوسط مؤخرا أو يمكن من فترة طويلة، وعلاجها كانت من العلاجات الصعبة والمزعجة، ولكن بالبحث العلمي اللي احنا حنشوفه مع الدكتور طارق حنشوف الاكتشافات أو الجديدة في علاج هذا المرض. فقرتنا الثانية ستكون مع الباترونيست خالد صبيحة، ولكن بعد أن نشوف فقرتنا مع الدكتور طارق عبد الوهاب. ازيك يا دكتور طارق؟ اهلا وسهلا. منورنا. اهلا بك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. مشاهدينا في فقرة جديدة عن موضوع تعليم فن الخياطة أو الباترونست، ومعنا خالد صبيحة اللي حقيقة مكتشف طريقة لطيفة جدا وسهلة جدا لتعليم قص الباترون بدون أي مشاكل. مساء الخير يا خالد. منورنا شهرزاد. شكرا. احنا يمكن عملنا حلقة قبل كده عن الموضوع ده، بس المرة دي هنعمل حاجة مختلفة. بس خلينا برضو في الأول نفكر مشاهدينا واللي ما تابعوناش قبل كده في الموضوع ده، ايه الباترون اللي انت عامله؟ نشرحه لهم عشان لو حابين يتابعوا معانا. هي طبعا الفكره باختصار ده ماكيت من خلاله بنقدر نطلع الباترون الاساسي. كل اللي علينا ان احنا مثلا محتاجين مقاس 38 بنختار اللون الاخضر، مجرد ان احنا بنمشي في الفتحات اللي هي باللون الاخضر يطلع لنا الباترون كامل صدر وظهر وكم ويقات. هو كذا في اللون الاحمر مقاس 40 42 44. اوكي. احنا النهارده هنعمل ان شاء الله، قلت ان احنا هنتعلم قص باترون الجيبات. تمام. طيب خلينا مع بعض ومشاهدينا هنتعلم نقص الجيبات ونشوف ندردش مع بعض وانت تقص يعني. هنبدا طبعا بالموديلات السهله. هنبدا الاول نعمل اللي هو الجيب الصك. احنا ممكن نوري لمشاهدينا الموديل اللي احنا نشوفه النهارده. هنقص الجيبه اللي ان شاء الله تكون باينه، اللي هي الجيبه البسيطه عشان يشوفوها. هنستخدم الجزء اللي هو بتاع الظهر بتاع الماكيت بتاع الظهر. هنستخدمه بالشكل دوت. هنبتدي في الظهر الاول يعني. ما هو ده اللي هيطلع منه الجيبه. هو ده اللي هيطلع منه الجيبه. مجرد ان انا بظبط طبعا على حرف الورق كده، في هنا مكتوب عندي بنس في الظهر، فانا بشتغل على النص بتاع الوسط دوت من اول هنا كده. هنشتغل مثلا على مقاس، تحب حضرتك نشتغل على مقاس ايه مثلا؟ 38. 38 ماشي. هنعمل علامات في مقاس 38 اللي هو اللون الاخضر كده، بدايه من خط الوسط كده بالشكل دوت. احنا عملنا علامات من عند بنس في الظهر، يعني تيجي على كل النقط الخضراء وتنقطها. تمام. بس بتبقى من الجزء الاخراني من الباترون، من الجزء النص. الجزء الوسطي كده. خلاص كده باترون الجيبه خلص. حاجه سهله قوي دي. بص حضرتك كده هنوصل الثلاث نقط دول اللي هم بتوع البنسه، وهنوصل النقطتين دول. طبعا احنا لو عايزين دي الجيبه يبقى ضيق، نروح موصلين بالشكل دوت. تمام. نقصها بقى عشان تبان. مجرد ان احنا نمشي على النقط ده يعني اي حد ما بيعرفش يقص الباترون. يا شوف حضرتك لو حسبت الوقت شوفي الجيبه خدت معانا وقت قد ايه. وطبعا الموضوع ده بيتكرر طبعا في المقاس الاكبر. لو انا عايز مقاس اكبر بتمشي على النقط حسب المقاس الاكبر. دي البنسه بفرغها حضرتك الجيبه. ده حلو قوي، ده فعلا طريقه سهله جدا. ده حلو قوي قوي. هي دي يعني هي دي. طب وهي انت عامل اثنين ليه اللونين ده؟ هو ده شكل الباترون. ده شكل الباترون. ده شكل الجيبه بعد. ده الموديل الجيبه وهي ملبوسه. ده شكل الباترون اللي هو احنا طلعنا ده. حلو قوي. تمام. فكرتي طبعا بنطلع ظهر الجيبه بنفس وبعد كده في الخياطه بقى نعمل ايه في الخياطه؟
لا الخياطه هتبقى محتاجه شرح تاني على غير لازم يبقى المكنه موجوده عشان نشرح. لا مكنه صعب. يعني احنا دلوقتي بنشرح موضوع الباترون، وده على فكره ده اصعب كتير اكيد من موضوع الخياطه يعني. هو الباترون الاساسي هو اهم حاجه. تمام. طبعا الظهر بنطلعه بنفس الطريقه. نفس الطريقه لان الظهر زي الست. طلع حضرتك الظهر ولا نعمل موديل تاني؟ زي ما انت عايز. احنا ممكن نطلع الظهر عشان بس مشاهدينا يبقوا متابعين معانا الموديل كامل. الظهر طبعا لو احنا محتاجين سوسته في الظهر هنعمل سوسته في الظهر. سوري معلش. احنا سيبنا مسافه هنا 3 سم تقريبا اللي هم هيركب فيهم السوسته بتاعت الجيبه من ورا. من 3 سم للسوسته او السحاب يعني. تمام. بس وهبدا اقص. يعني بتجيب نفس اللي قصيته في نفس الظهر زي الصدر بالظبط. زي الصدر بالظبط، بس مجرد تدي مسافه للسوسته والسحاب. اوكي. حلوه قوي، طريقه سهله. نفس الموضوع. فرغ البنسة. طبعا هي بنسة الظهر بتبقى أزيد حوالي 2 سم عن بنسة دي حاجات فنيات بقى في الخياطة بتبقى معروفة. كده برضو خلصنا الظهر بالشكل ده. سهله جدا وسريعه، ما خدناش 5 دقائق 7 دقائق. سهله بالتالي حتى خياطتها، يعني حتى انا ما اعرفش خياطتها تبقى الخياطه الجنبين بيتخيطوا على بعض وبيركب طمع. يعني دي سهله حتى ده الجزء اللي هو بتاع السوسته، وممكن بيبقى من خلاله بنعمل الفتحه كمان بتاعت الجيبه من ورا. اللي حابب يعمل فيها فتحه. حلو قوي. كده الجيبه على بعضها كده. يعني تهيألي هو أصعب خطوة في الخياطة هي الباترون الأساسي. هي من أهم الخطوات طبعا، هي الباترون. سهلة جدا. تمام. ده كده احنا عملنا الجيبة. طيب ممكن نعمل الجيبة دي شكلها صعب شوية. دي صعبة شوية. دي صعبة شوية، خلينا نحاول نعملها. طب احنا عشان ما نضيعش برضه وقت هنستخدم نفس الماكيت. نفس الماكيت اللي هو بتاع الصدر نستخدمه. ماشي. ماشي، بس احنا نشرحه للمشاهدين عشان يبقوا فاهمين، ولا نطلعه مره ثانيه؟ انا عايزه اوريهم الشكل الجيبه دي. هي فيها كلوش كده مش كده؟ تمام. هي جيبه صك عاديه، وبعد كده بيركب قصات. كل قصه بتركب قصه، فالقصه اللي بتركب هي اللي بتعمل وسع. يعني هي اساسا جيبه سك عاديه خالص. طيب فنطلع جيبه ثاني ولا نشتغل على جيبه؟ لا خلاص. اوكي، يبقى احنا كده احنا بس نشرح لمشاهدينا ان احنا طلعنا نفس الموديل، طلعنا نفس الجيبه من نفس الماكيت. تمام. نفس الموضوع. تمام. كل علينا احنا هنوصل القصه دي كده لغايه تحت بالشكل دوت. تمام. هنا القصه هنا بسط، في قصه فوق. هنعمل القصه دي كده. تمام. هنفرغ القصه بالشكل ده. تمام. انا فرغت القصه دي اللي هو الجزء دوت كده فرغته. تمام. هفرغ بقى الجزء ده كمان. لا دي شغلانه ثانيه مختلفه خالص عن اللي احنا الاولانيه. احنا عايزين نشرحها بالراحه كده، معلش مشاهدينا تاني. عشان انا نفسي
شايفاها كتير كده. هو ده دلوقتي دي الجيبه الصك اللي انا طلعتها من البطون الاساسي. ده البطون الاساسي بتاع الجيبه اللي احنا طلعناها في اول دقيقتين. بعد كده تمام. بعد كده شفنا القصات اللي هي موجوده في الجيبه، حضرتك لو بصيت فيها في اللي هي القصه اللي هو الفاسك دوت. ده قصناه اهو. اوكي. تمام. بعد كده نزلنا بالقصه لغايه تحت. اوكي. فرغناها. المفروض ايه اللي يركب فيها بقى بعد كده؟ يركب فيها اللي هي القصه اللي هي السبع مثلثه دي. ماشي، نقصها برضه وندبسها عشان نشوف نفس بالظبط. تمام. انا حابه كل مشاهديتنا اللي حابين او مشاهدينا حتى اللي حابين يتابعون معانا فن التفصيل ده، ان احنا ننوه ان شاء الله بعد يعني هنطلع دايما فقرات عن تفصيل تعليم التفصيل يعني، او تعليم فن قص الباترون. هو الباترون هنعمل قصه بشكل مثلث كده حسب الوسع اللي انا عايزه. يعني انا لو عايز القصه مثلا تبقى 10 سم 15 سم نفس اي وسع انا عايزه، بروح اعمل شكل مثلث ده كده. تمام. احنا عملنا المثلث اللي هيخش كده عملنا المثلث في الجيبه نفسها اللي هو هيخش في قصة الجيبه. شكل الجيبه اهو. تمام حضرتك؟ اوكي. القصات هتركب بالشكل دوت. بالشكل ده. اي قصه احنا عايزينها من خلال الباترون الاساسي بنقدر ان احنا نقطعه زي ما احنا شفنا كده، وبنعمل اي موديل اللي احنا عايزينه. فكده احنا عملنا انا عايزه اخلصها كلها عشان ما احنا هنخلصها عشان نشوف شكلها. بالظبط. ماشي. طبعا هو القماش مش مرن زي الورق، مش مرن زي القماش طبعا. بالشكل ده. هل الاحسن ان احنا نقص الباترون بالكرتون ده، ولا الاحسن نقصه بالورق الزبده اللي هو الابيض؟ ممكن ورق زبده، بس احنا عشان انا فاهمه طبعا انا فاهمه. بحكي انما معلومه في شغلنا ورق الزبده بالورق الابيض. ده كده اعتقد ابتدت تبان. تقريبا. لا مش لا، ما هي مش هتتفرد معاك. مش هتتفرد. يعني هي هتبقى بالشكل دوت، بس هيبان شكلها. اكيد طبعا. كده. الجزء الثاني. كده. كده بان. ده تقريبا كده بانت. تمام. طبعا احنا هنا القصه مش جايه. اعتقد ان اسمها، هل هي دي اللي يسموها جيبه كلوش ولا مش هي دي؟ لا، الكلوش بتبقى قطعه واحده، بتتقص قطعه واحده. دي ليها اسم معين ممكن؟ دي جيبه قصات. جيبه قصات. نكمل القصتين بتوع الجنبين دول. طبعا كل ده احنا مطلعين السده. في القص على القماش كل حاجه هتطلع 2. تطلع 2. يعني الباترون دوت هيطلع مره ثانيه على القماش. طبعا القماش بيبقى متطبق، فهو الباترون دوت يتحط عليه، فطبيعي القماش بيطلع 2، بيطلع مرتين. يعني ده السد